هلا والله شباب، هذا الفيديو عبارة عن تعليم كيف تستخدم سلاح السيجا في لعبة البوبجي. لا تنسون اللايك والاشتراك ونكمل المقطع للنهاية. أحبكم والله، مشاهدة ممتعة. مبدئيا يا شباب، سلاح السيجا أحسن وأفضل الأسلحة في بوبجي، ويستعملونه بالبطولات لأن السلاح كلش قوي. وأني كنت سابقا أموت من سلاح السيجا لأن ما أعرف أستعمله، بس من تبعت الخطوات اللي هسه راح أقولها قمت كل يوم أستعمل سلاح السيجا لأن قوي ويدمر سكوادات. وهسه يجيني واحد يقول لي ريفان شنو هي الخطوات؟ أقول له أصبر يا حبيبي، هسه أقول لك الخطوات. أول خطوة يا حبيبي هو الجيروسكوب. تفعل الجيروسكوب وتتدرب عليه. ما تعرف ايش قد مهم الجيروسكوب. اني قبل كنت ما العب جيروسكوب، وكنت ابدا ما استعمل سلاح السيجا والايم مالتي يروح، بس من استعملت الجيروسكوب الايم مالتي ثبت، وقمتها استعمل هواية اسلحة كنت ما استعملهن. ليش؟ لان الجيروسكوب مهم، واغلب اللاعبين او جميع اللاعبين المحترفين يستخدمون الجيروسكوب. فإذا أنت ما تستخدم الجيروسكوب لا تكمل الفيديو، لازم تستعمل الجيروسكوب. وهسه واحد يقول لي ريفان شنو الخطوة الثانية؟ أقول له اعطيني مجال يا حبيبي. هسه أقول لك تدلل انت، بس حط اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتدلل. الخطوة الثانية هي ضبط حساسية السيجا. لازم تضبط حساسية السيجا. إذا ما ضبط حساسية السيجا الطلق راح يقوم يطفر من ما يجي بالعدو ولا يجي هيدات، فلازم انت تضبط حساسية السيجا. عشان قال لي ريفال منين الحساسية شلون اضبطها؟ اقول لك اذا تريد حساسيتي اكتب لي بالتعليقات واني انشر فيديو شورت على حساسية السيجا تدللون. قبل هاي لازم تحطون اللايك والاشتراك. وهسه يقول لي ريفان هاي بس هاي الخطوات الاثنين؟ اقول له لا يا حبيبي، بعد الخطوة الثالثة والمهمة لازم التدريب. نفس هذا المود او مودات هواي ادخل بيها وتدرب، لان بالكلاسيكي قليلا راح تتعلم السيجا، فلازم مود وتستعمل سلاح السيجا فقط، مو تستعملني اي كي والله راح افوز والله راح اخسر. فوز تخسر بالجيم عادي، بس المهم تستعمل سلاح السيجا على مود تصير بيه قوي. لازم التدريب. وهسه واحد يقول لي ريفال هاي هي، اقول له بعد كم وحده. الخطوة الرابعة هي عناصر التحكم او الاعدادات. مو تجيني تلعب لي اصبعين، على انت تلفون العب لي 4 5 وايباد 6 8. فهاي مهمة. العب 4 أصابع على مود تسيطر على الخصم، على مود الايم مالتك يصير واضح ويجي هيدات. ما يصير تلعبون اصبعين، هاي الاصبعين اللي راح اسويهن تتحرك بيهن تلهميهن، لازم 4 وبس. والله شباب، بس هاي الخطوات اذا طبقتهن وتدربت عليها يوم يومين راح تضبطها 100% وراح تصير محترف، لأن السيجا من أقوى الأسلحة باللعبة وتستخدم بلعبات البطولات. وتتخيل سلاح يلعبون المشاهير ببطولة، يعني هذا من أقوى الأسلحة، إذا ما البعض يقولون أقواهن. بس والله لا تنسون اللايك والاشتراك. شكرا لأنك كملت الفيديو للنهاية. إذا عجبت الفيديو حط لايك واشتراك. أحبك.